تفتكروا يا جماعة الأسنان لما بنخلعها بنعمل بيها إيه؟ في ناس بترميها، وفي ناس بتحتفظ بيها كتذكار، وفي ناس بتقول يا شمس يا شموسة خدي سنة لا 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 ما تاخديش، تعالي هنا أنا هقولك هنعمل بيها إيه. اللي أنا هقوله ده يا جماعة مش خيال علمي، ده علم حقيقي موجود لأول مرة في مصر والشرق الأوسط. تعالوا بينا نعرف قصة بنك الأسنان، يلا بينا. الأسنان المخلوعة دلوقتي مش هتترمي في الزبالة، دي بقت دهب أبيض. هحكي لكم ببساطة جهاز بنك الأسنان بيعمل إيه. الجهاز بناخد فيه السنة بعد ما بتتخلع وبيبدأ يعمل فيها عمليات معقدة جدا، يشيل منها الأنسجة الطرية والبكتيريا، وبيبدأ يحتفظ بالجزء العظمي من السن اللي مليان كالسيوم وفوسفات، وبيبدأ يحولها لطعوم عظمية ذاتية من الأسنان بنستخدمها عشان نعوض تآكل عظام الفكين. هي الفكرة دي ليه عبقرية؟ لأننا بنستخدم طعوم ذاتية 100% من الجسم، طبيعية شبه العظم الطبيعي بتاعنا بالظبط، ومفيش نسبة رفض لأنها متاخدة من الإنسان لنفسه. وأكيد التئام الجرح بيكون أسرع، وبالتالي المنتج النهائي بتاعنا تاني هيكون عظام ذاتية من الأسنان هنقدر نستخدمها لتعويض تآكل عظم الفكين. يعني الضرس اللي بنخلعه مش هنديله استمارة 6 أبداً، ده احنا هنعمل له إعادة تدوير وهنرجع ندخله الخدمة تاني. ويا سلام يا سلام لما أسناننا تبقى تمام.